السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل مع بعض النهاردة الشوكولاتة الباونتي الجاهزة. بصوا هنعملها في البيت أحسن من الجاهزة. مش هقولكوا أحسن، هقولكوا زي الجاهزة بالظبط. أقسم بالله زي الجاهزة بالظبط. أنا انبهرت بالنتيجة، والله العظيم أنا انبهرت بالنتيجة. أنا ما كنتش مصدقة إن هي تطلع بالجمال ده. والله ما تفرق أي حاجة عن الشوكولاتة الباونتي اللي احنا بنشتريها بمبالغ. يعني ممكن الواحدة دلوقتي اللي هي قد صباعك كده بتعدلها ل15 جنيه. فاحنا بحاجات بسيطة جدا من البيت هنعمل أكبر كمية شوكولاتة باونتي، وإن شاء الله مش هتكلفنا أي حاجة، وحرفيا 5 دقايق بالظبط هتكوني مجهزاها. حلوة قوي قوي وجميلة جدا بمكونات بسيطة قوي قوي. معايا 3 كوبايتين ونص من جوز الهند، وكوباية لبن وكوباية سكر وقالب شوكولاتة ومعلقة عسل وربع معلقة فانيليا. تمام. أول حاجة هنعملها بقى طاسة كده على النار، هننزل فيها بكوباية اللبن وعليها كوباية السكر وعليها ربع معلقة الفانيليا، وهندوبهم كويس جدا لحد لما السكر يختفي. تمام. بعد كده هنزل ب2.5 كوباية جوز الهند. اختاري نوع جوز هند كويس علشان يدي معاكي طعم حلو كده زي اللي بنشتريها جاهزة بالظبط. وما يكونش برضو جوز الهند ناعم مفروم ناعم قوي قوي كده بودر، هاتي اللي هو الجرش شوية. خلاص هننزل بقى بكوباية اللبن عليها كوباية السكر ربع معلقة فانيليا، ندوبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل ب2.5 كوباية جوز الهند وعليهم معلقة العسل، وهنفضل نقلب فيها لحد لما ناخد التماسك بتاع جوز الهند اللي انتوا شايفينه ده. معلقة العسل اللي بنضيفها دي علشان تلملي كده جوز الهند وتخليها متماسكة مع بعضها. تمام. قالب مستطيل بقى عندك، قالب مثلا الكيك، اي حاجة عندك حافظة او اي حاجة. انا جبت اللانش بوكس بتاع ولادي، ما لقيتش حاجة عندي مستطيلة، فجبت اللانش بوكس حطيت فيه كيس تلاجة، فتحت فيه كيس تلاجة وبدأت احط جوز الهند بتاعي وضغطت عليه كويس اوي وفردته بالتساوي، وهدخله الفريزر بقى تقريبا لمدة ساعة ان جوز الهند بس يتماسك معايا كده، واعرف ان انا اقطعه ما يبقاش سايب معايا ولا كمان متلج اوي. تمام. هنا بقى هنقطع الشوكولاتة الخام بتاعنا قطع صغيرة كده علشان تسيح معايا بسرعة في حمام مائي. طبق غويط كده تحط فيه شوية مية سخنين، وهتحط الطبق بتاع الشوكولاتة وتفضلي تقلبي فيها بقى لحد لما تسيح معاكي خالص وتبقى بالقوام التحفة اللي انتوا شايفينه ده. تمام. خطوات سهلة جدا جدا. ممكن يكون الشرح كتير بس عشان اقدر اوصل لكم المعلومة صح. خلاص كده جوز الهند دخلته ساعة في التلاجة، خد تماسك كده معايا شوية وطلعته بقى هقطعه بالطول كده. يعني قطعيه بقى بالتساوي، خلي كل قطعة قد التانية. تمام. هنقطعه بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بيتقطع معايا ومتماسك وزي الفل ازاي. هنقطعه بقى كده بالطول وبعدين هنيجي بالعرض ونقطعه قطعتين. تمام. على ايدك بقى كده وشكلي وظبطي شكل الشوكولاتايه بتاعتك. ظبطي جوز الهند بقى، اعمليها زي الجاهزه بالظبط. حاولي تخليها كده يعني جايه مدوره من الطرف ده ومن الطرف ده، وسويها على ايدك كده زي ما انت شايفه زي ما انا بعمل بالظبط. يا بنات اقسم بالله العلي العظيم انا انبهرت بالنتيجه زيكم بالظبط. والله انا ما كنت مصدقه ان هي تطلع بالتحفه والجمال ده. والله زي الجاهزه بالظبط، ما بتفرقش عن الجاهزه اي حاجه. يعني انا بستنى جوزي ينزل من السفر علشان يجيب لي الشوكولاته الباونتي دي معاه وهو جاي، والدايره ميلك طبعا. بس الباونتي ده انا بعشقها بموت فيها. لما عملتها بجد والله انا ما عدتش هخليه يجيبها بصراحه، لا سهله جدا ومكلفتنيش خالص. تمام. شكلت بقى جوز الهند بتاعي زي ما انتم شايفين، وجبت الشوكولاته اللي احنا سيحناها، وهحط بقى الشوكولاتايه جوز الهند في الشوكولاته واقلبها بالشوكه كده زي ما انتم شايفين، وهطلعها بقى تصفي على الشوكه كده
عندي صينية فيها ورقة زبدة، هنفرد فيها ورقة زبدة وهنطلع الشوكولاتة عليها. ممكن انت بقى تشكليها اي شكل كده بالشوكة، ممكن تسيبيها سادة زي ما انت عاوزة. شايفين على ما خلصت بقية الكمية ما شاء الله كانت مسكت معايا وجمدت وبقت زي الفل. في زيادات بقى كده في الشوكولاتة طبعا من التصفية بتاعتها اهي. هنسويها بقى كده بالسكين، عاوزة تسيبيها سيبيها مفيش مشكلة، عايزة تسويها علشان الشكل معاكي يطلع مظبوط ويطلع زي الجاهز بالظبط. تمام. الحاجات بقى اللي عمالة تطلع من الشوكولاتة دي انا عمالة اكلها اول باول. حلوة حلوة حلاوة والله العظيم تحفة. انا مبهورة بالنتيجة، والله مبهورة بالنتيجة وفرحانة بيها جدا بصراحة، لان انا من عشاق الشوكولاتة وولادي كمان بيموتوا فيها. فبجد يعني حاجة نظيفة وحاجة حلوة قوي قوي في البيت، والله ما تفرق اي حاجة عن بره. شايفين الجمال؟ حاجة كده تحفة تحفة والله تحفة جميلة قوي يا بنات. جربوها كلكم والله تعجبكم قوي قوي قوي. صينية تقديم بقى كده وهنرصها عليها زي ما انتم شايفين عشان نقدمها بقى بالشكل الجميل ده. انا هنا عملتها بالليل من ورا ولادي، ولما قاموا الصبح فاجئتهم بيها بقى اتبسطوا بيها قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللي هي عليها تشكيل من فوق ده انا اللي عاملاها بالشوكة، والسادة سادة زي ما هي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله حلوة قوي قوي تحفة. هفتح معاكم واحدة بقى تشوفوها من جوه. بسم الله ما شاء الله خطيرة، كمان لو سبتها يوم في التلاجة تمسك اكتر وهتقرمش معاكي كده وهتبقى تحفة جدا. حلوة حلوة، انا مبهورة بالنتيجة اقسم بالله. انا ما عايزة الفيديو يخلص بسبب حلاوة الشوكولاتة دي. حلوة جدا وسهلة قوي قوي، يعني سهلة ما خدتش مني وقت وما كلفتنيش كتير، يا دوب كوباية لبن كوباية سكر، حاجات بسيطة عملت احلى شوكولاتة باونتي زي الجاهزة بالظبط. مش خسارة فيا بقى لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم. ما تنسيش تعملي لي متابعة في الصفحة، ولو بتشوفيني على اليوتيوب اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. مع السلامة في رعاية الله.